الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر وغرامة 20,000 جنيه لصالح الأستاذة لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات في قضية السب والقذف اللي هي رفعتها ضده. تعالوا نفكركم بالقضية سنة 2021 في الفترة من 10 إلى 14 2021. مرتضى منصور نزل عدد 2 من الفيديوهات على موقعين لصفحاته، اتهم فيهم الأستاذة لمياء خيري إن هي بتتلقى رشوة من ممدوح عباس لإصدار تقارير إدانة لنادي الزمالك. الأستاذة لمياء مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتم تكليفها من جهة عملها بالذهاب إلى نادي الزمالك وفحص الأوراق ماليا طبقا لطبيعة عملها. الكلام ده ما عجبش المستشار مرتضى منصور وما عجبوش التقرير اللي هي قدمته وقالت فيه ملاحظات، وطلع قال إن هي يعني مسلطة عليه وواخدة رشوة من المنافس اللي هو الرئيس السابق نادي الزمالك ممدوح عباس، وقال انا معايا سيديهات. ولكن مرتضى حذف الفيديوهات دي من على قناته، لكن هي فضلت موجودة على جوجل وناس محتفظة بيها. المشكلة ان الناس مختلفة على الحكم. طول عمر مرتضى منصور بيصدر ضده احكام، وكان بيستهتر باي حكم يصدر ضده، وكان بيطلع في نفس يوم الحكم يقلل من اهمية الحكم. لكن الناس ملاحظة المرة دي ان رد الفعل مختلف. رد الفعل مختلف أوحى للبعض بأن ده نهاية زمن مرتضى منصور وخروجه من الساحة الإعلامية والرياضية. مرتضى عنده صمت رهيب جدا، والموضوع كبير مش صغير، لأن مرتضى سبق صدر ضده حكم سنة مع إيقاف التنفيذ لصالح الكابتن محمود الخطيب، وإيقاف التنفيذ ده بيبقى لمدة 3 سنوات، لكن لو صدر ضده حكم خلال ال3 سنوات بيعاد يعني مش المحاكمة، بيتم تنفيذ الحكم اللي هو إيقاف التنفيذ، بيتم التنفيذ. تمام. بالنسبة للقضية بتاعة الأستاذة لمياء خيري، المستشار مرتضى راح في شهر 3 2022 في المحكمة الاقتصادية وقال إن الحسابات اللي على الفيسبوك واللي هي سبت وقذفت الأستاذة لمياء خيري مش تابعة ليه. مع ان هو في فيديو بيتكلم فيه، لكن هو قال في ناس بتدير الصفحات وهو مش مسؤول عنها. وفي نفس الوقت طلب من المحكمة ان هي تديله تصاريح باستخراج اوراق تؤكد ادانة الاستاذة لمياء خيري، وان هي تم وقفها عن العمل قبل رفع الدعوة على مرتضى منصور. وقال يعني مش راح مثلا ان هو هيعتذر ولا يتأسف ولا يتراجع، لا، صمم ان هو برضو الست ان هو يغلطها. وطبعا الفيديو كان فيه كلمات تمس الشرف وتمس السمعة، والست طبعا يعني ما عندهاش ان هي تتنازل. كمان محمد عثمان محامي النادي الاهلي طلب تطبيق المادة 56 من قانون العقوبات بتنفيذ الحكم السابق بسنة على مرتضى منصور. الصعوبة المرة دي على مرتضى منصور ان هو حضر في المحكمة الاقتصادية، يعني الحكم تقريبا مش غيابي، وعشان المخرج الوحيد ان هو محكمة النقض، لكن كمان لازم يكون متواجد في القفص في محكمة النقض. وكده جهات التنفيذ مطالبة بالقبض عليه. فالسؤال هنا، هل ده نهاية زمن مرتضى منصور؟ كلنا هننتظر الأيام اللي جاية عشان نشوف طبيعة الحكم اللي صدر وكيفية تنفيذه.